ده فيديو 59 من تحدي ال100 يوم. أنا هحكي لكم عن أول مرة حسيت بالإحساس ده في حياتي. كان اليوم اللي بعت فيه أول كوكي لحد مش من صحابي. في الأول الموضوع ما كانش بيزنس خالص، كان شغف. كنت بعمل كوكيز ليا ولعيلتي وساعات ممكن لصحابي، لحد ما في يوم لقى الكوكيز وقال إن هو عايز يشتري واحدة وإن هي عاجباه قوي. اتخضيت، حد من بره عايز يشتري كوكيز؟ وافقت طبعا، بس كنت هموت من الرعب. كنت بعمل كل خطوة بحذر شديد. هل هتعجبه؟ السعر اللي انا مسعره ده حلو ولا وحش؟ سعر صح ولا غلط؟ طب افرض ما عجبتوش؟ طب افرض طلب تاني؟ كانت اسئلة بتجري في دماغي. كانت اول مرة حد غريب يدفع فلوس في حاجة انا عاملها. خبزتها طبعا وغلفتها وعبيتها وبعتها له، بس كنت مستني الرسالة تيجي منه، كأني مستني نتيجة الامتحان. اليوم اللي بعديها وصلت الرسالة. فتحت الرسالة وكنت مرعوب قوي. رسالة من جملة واحدة: دي أحلى كوكيز دوفتها في حياتي. الإحساس اللي حسيته بعدها بالتقدير والفرحة كان لا يوصف. ومن يوميها أي حد بيطلب بيجيلي نفس الإحساس بالظبط. هل هتعجبه؟ هل مش هتعجبه؟ اكتب لي في الكومنتات ايه كان موقفك.